النهاردة هلخص لكم بحث بيجاوب على سؤال غريب شوية. هل صوت الأطفال اللي عندها توحد فعلا بيكون مختلف ولا احنا اللي بنسمعه بطريقة مختلفة؟ ايه اللي بيخلي أصوات أقول عليه إن ده typical speech أو صوت طبيعي، أو أقول عليه إن هو مش طبيعي؟ هل الكلمات ذات نفسها، ولا ممكن حاجة أعمق من كده شوية؟ ممكن يكون حاجة ليها علاقة بالإيقاع بتاع الكلام أو التايمينج بتاع السبيتش بتاعي. فالدراسة ديت اتنشرت الشهر اللي فات، من جامعة هلسنكي، بتحاول تدرس البرسبشن بتاع البروزوتيكتيفيكاليتي في الاوتستيك تشيلدرن. طبعا دي على اللغة الفنلندية مش اللغة العربية. والباحثين هم سألوا سؤال بسيط جدا ولكنه مهم قوي: هل الأطفال اللي هي عندها توحد فعلا صوتهم بيكون مختلف، ولا احنا بندرك الكلام بتاعهم بطريقة مختلفة؟ عشان يعملوا كده هم جابوا مجموعتين من الأطفال: أطفال عندها توحد، واطفال تانية اللي هم الكنترول جروب اللي هم الاطفال الطبيعيه، وسجلوا لهم كلمات وجمل كتير. بعد كده عملوا في الميثودولوجي بتاعتهم، عملوا مانيبيوليشن للسيجنال بحيث ان هم يشيلوا خالص او يفلتروا خالص الكلمات ذات نفسها، ويفضلوا البروزودي او الميلودي بتاع الكلام بتاعهم فقط. والخطوه اللي بعد كده هم جابوا حوالي 53 نايف ليسنر. نايف ليسنر يعني اللي هم المستمعين العاديين اللي هم ما عندهمش اي تريننج، لا ميوزيكال تريننج ولا حاجه ليها علاقه بالفوناتيك تريننج خالص، ناس طبيعيه جدا، وسمعوهم التسجيلات بتاعه الاطفال دي. واتطلب منهم ان هم يقيموا الاصوات اللي هم هيسمعوها دي قد ايه هي طبيعيه، قد ايه هم حاسين انها طبيعيه، بغض النظر عن معنى الكلمات اللي هو خلاص اتشال اوريدي او اتفلترد اوت من السيجنال. والنتيجه كانت مفاجاه: الليسنرز ما اتفقوش على ان اصوات الاطفال اللي عندها توحد كان اقل طبيعيه، او ان هو ما كانش تيبيكال سبيتش خالص. ده كان كمان في اختلافات كتيره جدا جدا ليها علاقه بالليسنرز ذات نفسهم، اكتر بكتير من الاختلاف ما بين اصوات الاطفال ذات نفسها. وكل ده حصل بالرغم من ان الاكوستيك اناليسيس لاصوات الاطفال الطبيعيه فيرس اصوات الاطفال اللي هي كان عندها توحد لقى فعلا ان في اختلاف في الاكوستيك فيتشرز. يعني في مثلا الفوندامنتال فريكونسي كانت مختلفه، الانتنسيتي، فيتشرز كتير قوي درسوها وكان فعلا فيها اختلاف. ولكن مش كل حاجه الاكوستيك فيتشرز بتطلعها بتكون مسموعه وليها تاثير في البرسبشن. وهو دوت اللي الدراسه لقيته، ان بغض النظر من ان في فروقات فعليا في الصوت او في الاكوستكس بتاعه التو جروبس، ولكن الليسنرز ما ركزتش او ما استفادهاش الموضوع ده انها تعرف هل الصوت ده تيبيكال ولا مش تيبيكال. اللي حصل في الحقيقه ان الليسنرز ركزت على اكوستيك فيتشرز معينه بغض النظر الصوت ده جاي منين. يعني ايه؟ يعني مثلا طبعا زي ما قلنا دي اللغه الفنلنديه، فهم بالنسبه لهم كلغه هم مونوتون شويه. فلما بيكون في اختلاف فاريابيليتي كتيره قوي في الفوندامنتال فريكوينسي فور اكزامبل بالنسبه للرينج، وفي الناس بتطلع وتنزل مثلا كسبيتش، ده كان حاجه هم الليسنرز بيدركوها على انها ده اتيبيكال سبيتش، بغض النظر ان ده الصوت ده ممكن يكون جاي عادي جدا من طفل نورمال او طفل اوتستيك. طب وده معناه ايه؟ معناه ان العلماء لقوا ان في اختلاف ما بين الاوبجكتيف ميجرز اللي هي بتاعه الاكوستيك اناليسيس وما بين البرسبشن. فده يدينا انديكيشن مهم جدا ان مش كل اختلاف احنا بناخد بالنا منه في الاكوستكس بالضروره يكون ليه تاثير على التواصل او تاثير على البرسبشن بتاعنا. وفي النهاية البحث بيأكد على فكرة ان احنا لازم نتخلص من فكرة ان في الصوت ده مش طبيعي او طبيعي، ونركز اكتر على هل الصوت ده مفهوم، هل حصل عملية التواصل بطريقة افضل ولا لا. ده اللي اهم اكتر من ان انا اقول هو الصوت ده شكله طبيعي ولا مش طبيعي. طبعا البحث ده بحث كويس جدا، وطبعا كرأيي الشخصي فيه، ولكن هو في بعض الليميتيشن اللي انا اخدت بالي منها لازم برضك ناخد بالنا منها. وهي اول حاجه ان البحث ده يعتبر معمول على ميل سبيكرز بس، يعني هم حددوا جروب معين للي هم اطفال اللي عندها توحد، هم المراهقين يعني اللي عندهم توحد مش اطفال، وحددوا ان هم يكونوا حوالي 5 بس ميل سبيكرز. طبعا ده كده طبعا هو فاليد جدا وكل حاجه، ولكن ده يشكك اكتر في ان انا اقدر اعمل جنراليزيشن للدراسه دي ولا لا. يبقى لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. تاني حاجه ان السامبل سايز قليل جدا، زي ما قلت 5 سبيكرز بس، ده قليل قوي. بس طبعا احنا لازم ندرك ان الافيلابيلتي بتاعه الاشخاص ممكن يكون مش متوفر قوي ان انا الاقي ناس عندها اوتستيك بليفلز مختلفه. وتالت مشكله ان الليسننج كونديشن ان انا اسمع الاترنس، ولكن بعد ما بفلتر الكلمات من الاترنس او من السيجنال دي مش حاجه طبيعيه.
الخلاصة بتاعت البحث إن مش لازم كلنا نتكلم بنفس الطريقة، ولكن لازم نركز إن احنا نعرف نتواصل مع بعض بطريقة أحسن.